السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في ألوان أريج. اليوم هقدم لكم طريقة عمل المرقوق أو المطازيز السعودي، أكلة قصيمية من منطقة القصيم. أول إشي المقادير: كيلو لحم مقطع بالشكل هذا، بصلة متوسطة مقطعة جوانح، 3 أكواب من الطحين الأسود، 2 حبة متوسطة كوسة يعني ممكن تكون خضرة فاتحة، بس أنا ما لقيت، يعني أخذت الخضرة الغامقة. وحبتين باذنجان مقطع بشكل كبير هي والكوسة. هذه هي المقادير أعزائي المشاهدين. أما بالنسبة للبهارات، هستخدم في هذه الوصفة ملعقة كبيرة كمون، كاسة من صلصة الطماطم إذا كانت خفيفة الصلصة، أما إذا كانت يعني قوامها قوي هستخدم نص كوباية، نص كاسة. ملعقة كبيرة كمون، نص ملعقة شطة حارة، وملعقة صغيرة من فلفل أسود، وملعقة صغيرة من الملح، أو هو ملح حسب الرغبة. أنا هنا هجيب إناء هضيف فيه الطحين، وهجيب ماء يعني يكون دافئ، وهحط نص معلقة ملح صغيرة، وهعجن المكونات شوي شوي. هضيف الماء الدافئ وأعجن بإيدي. هضيف شوي شوي الماء وأعجن لعند لما أحس إنه العجينة تماسكت عندي، زي ما انتم شايفين. نعجن العجينة، وحظل إني يعني أعجن لعند لما أحس إنها تماسكت وصارت يعني نقدر إنه إحنا يعني نعملها، يعني نتحكم فيها. كده صارت العجينة عندي جاهزة. هاخد يعني شوي شوية، هاخد منها يعني قطع قطع وأكورها بالشكل هذا. أحاول إن أعملها كور متساوية زي ما انتم شايفين. وبعدين همسك واحدة واحدة وأفردها زي يعني كأنه بفرد رغيف خبز. ممكن استخدم يعني إيدتين، يعني أفردها رفيع شوية عشان تستوي معاي لما أنا أطبخها. وبستخدم الزيت، ممكن استخدم الزيت عشان يعني أسهل، عشان ما تلزق معايا، وعشان يعني حتى لما أطبخها ما تلزق، وعلى الطاولة كمان ما تلزق معايا. هفرد واحدة واحدة لعند لما أفردهم كلهم بالشكل هذا زي رغيف خبز صغير. هيك أنا فردتهم زي ما انتم شايفين، فردت كل الكمية بالشكل هذا. الآن أنا هجيب هو حلة. الحلة هذه هحط فيها 5 معالق من الزيت، هضيف البصل وشوحه
في الطنجرة لعند لما يصير لونه أصفر. بعد ما يدبل عندي البصل هضيف اللحم، ممكن أنا يعني أقلل من كمية البصل والخضار. يعني ممكن أحط مثلا حبة باذنجان، حبة كوسة، حسب الرغبة. الناس اللي بتحب يعني الخضروات تكتر، اللي بتحبش الخضروات يعني ما تكتر، بس يعني هيك منيح يعني الخضروات هذه. هنضيف اللي هو الباذنجان ونشوحه مع اللحم، وهنضيف الكوسة ونشوح كل المكونات عندي لعند لما تدبل شوية في الطنجرة. عندي دبلت المكونات شوي، راح أضيف المرق تبع اللحمة اللي سلقت فيه اللحمة، وحغمر الطنجرة زي ما انتو شايفين. ما أغمرها يعني بالمرة خضار، لكن أخلي يعني الخضار مغمورة شوي زي ما انتو شايفين. كله على نار عالية. بعد ما تسخن عندي شوية المرق، هحط أنا اللي هو الكاس الطماطم. مع هذا أنا عندي اللي هو الصلصة يعني من النوع اللي مش يعني سميك، هذا النوع يعني خفيف. فأنا حطيت كوباية أو كوباية وربع، كوباية وربع من الصلصة الخفيفة اللي زي هيك. يعني نحاول نشوف يعني كيف المرقة عندي، إذا كان لونها يعني أحمر شوي بتكون إنه يعني الصلصة مضبوطة. بس من الصلصة الخفيفة بنحط يعني كاسة وربع، كاسة وربع عشان تطلع كويسة عندي. وإذا يعني الصلصة سميكة ممكن نحط نص كاسة. زي ما انتوا شايفين أنا غمرت الخضار بالمرق، هخليها تغلي على نار عالية عندي تدبل شوية. فهضيف اللي هو البهارات والملح، الكمون والملح والفلفل الأسود والشطة الحارة. الشطة الحارة مش شرط يعني نحطها، لكن إذا انتوا بتحبوا يعني الأكل يكون حار بنحط شوية شطة حارة. هنضيفها على المكونات ونخليها تغلي شوية. هحط اللي هو العجين اللي أنا سويته واحدة واحدة، أحاول أحطهم في الفورات نفسها اللي بتغلي هذه زي ما انتوا شايفين. هضيف كل الكمية هيك كده. أنا حطيت كل الكمية. بعد ما حطيتها هسكر الطنجرة وهخليها على النار لمدة 40 أو إلى 45 دقيقة. يعني بعد 40 دقيقة إن أنا أفتح الطنجرة يعني وأدوق واحدة على حصل إنه هي يعني يعني تكون مستوية، العجين يكون مستوي. هتكون عندي هيك بالشكل هذا، وهيك عندي العجينة مستوي زي ما انتوا شايفين مع الخضروات، والطبيخ متسبك زي ما انتوا شايفين. وأتمنى أنها تكون وصفة عجبتكم
من القصيم. وشكرا للمتابعة، وإذا عجبتك الوصفة اضغط لايك واشترك في قناتي سبسكرايب ليصلك كل شيء جديد من قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.